بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في يوميات أفكار وأكلات لولو. يا رب تكونوا بخير. وحشتوني جدا جدا جدا، وأنا عارفة إن أنا متأخرة عليكم وبقالي تقريبا 10 أيام مش بعمل حاجة معاكم، وانتوا وحشتوني جدا، بس والله كان غصب عني. يلا الحمد لله كله بيعدي. ادعولنا بس بصلاح الحال، ولو لولو وحشتكم بالله عليكم حطوا لايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان توصلكم كل الاشعارات الجديدة. طبعا بما انكم وحشتوني وبعد غياب بقالنا تقريبا 10 ايام، فقلت مش هينفع ادخل عليكم بايدي فاضية بقى، لازم اعمل لكم بقى شوية حاجات حلوة كده، ونعمل مع بعض روتين كده سهل وسريع ومليان حلويات كده. يا رب يعجبكم، ولو عجبكم حطوا لايك بالله عليكم. عملت قهوتي المتينه الصبح بقى كده. انا لسه قايمه من النوم من شويه، قلت يا بت فوقي الاول واعملي القهوه بتاعتك، وكلي معاها وحدتين تين سلطاني كده. انا بعزه جدا، يعني مش عايزه اقول لكم ده من فاكهتي المفضله، يعني بحبه قوي، وهو بيبقى طعمه جميل الصراحه. شربت كده. ما تشربيش القهوه على معده فاضيه علشان هتتعبك، لازم تاكلي معاها اي حاجه ان شاء الله بسيطه، يعني لو انت مش بتفطري زي حالاتي كده. طبعا كان عندي علب البهارات دي، كنت جايباها وشايلاها كده بقى لها وقت يعني عندي. فقلت النهارده يا بت اغسليها وطلعيها كده وحطي فيها حاجتك. بصراحه العلب دي حلوه جدا عشانها ازاز، والازاز بيبقى حلو جدا في حفظ البهارات، بيحافظ عليها ما بيبوظهاش، وصحي جدا عن البلاستيك. هم علب صغيرين وشكلهم حلو قوي بصراحه، شكلهم كيوت كده فعجبني يعني. قلت بقى وكان تمنهم رخيص جدا، يعني ما يعني تمنهم تقريبا 20 جنيه مثلا، بس كانوا عندي من وقت تقريبا بقالهم كام شهر كده محطوطين. النهارده افتكرتهم بما ان عندي علب اتكسرت وكده، وقلت بقى يلا يا بت جددي منظر في المطبخ. فقلت اعبي فيهم بقى. عبيت في اول واحده الكمون اهو، بصوا حلوه جدا وشكلها كيوت وجميله. وعبيت في واحده بابريكا، وواحده فلفل اسود، وواحده 7 بهارات، بس ال7 بهارات حبه صغيرين بقى لما نجيب تاني. انا بحط قدامي كده في الرشاقه دي الحاجات اللي بستخدمها استخدام يومي، البهارات اللي بستخدمها كل يوم، غير الحاجات اللي هي مش بستخدمها كتير او في منها كميات بحطها في التربو. العلب القديمه بقى برضو هغسلها واحطها في التربو بقى، احط فيها اي حاجه تانية. انا بحب الصراحه احط كل حاجه ببرطمانات، مش بحب احط حاجه في اكياس ولا حاجات من دي. التربو عندي كله برطمانات بصراحه. طب جبتي كل البرطمانات دي منين يا لولو؟ بتبقى بقى برطمانات صلصه، على مربى، على عسل، انتوا فاهمين. بغسلها واشيلها. رصيتهم كده جنب بعض، وكان عندي 2 كبار حطيت فيهم ملح، وواحد تاني حطيت فيه شطة على كمون على ملح، خلطة كده بحبها انا في اكلات كتير. حطيتهم كده جنب بعض كلهم، ورحت بقى دخلت قلت يا بت تعملي لهم يلا حاجه حلوه، بما انك ناسياهم بقالك شويه ومش بتعملي لهم حاجه، يلا بقى افتكر دلعيهم النهارده شويه على الاقل. يعني حبايبي تعرف الطريقه برضو. جبت 3 كوبايات دقيق، عليهم رشة بيكنج باودر، وعليهم رشة ماء ملح، وجبت 3 معالق ينسون. كنت منقياه ومحمصاه كده عشان ساعات بيرطب اليانسون لما بيقعد شويه، عشان تاخدي منه ريحه كده وطعم حلو. حطيتهم على بعض كده وقلبتهم وركنتهم على جنب، وهعمل بقى الخلطه بتاعتهم. كوبايه سكر، كوبايه زيت على سمنه، او كوبايه زيت بس زي ما يعجبك. السكر قد السمنه او قد الزيت، بس انا عملت خلطه من السمنه والزيت. اعمليها في الخلاط سهله جدا بدل ما تقعدي تضربي في ايدك وكده. وكمان 3 بيضات اهو. ومادام حطيتي بيض يبقى لازم تحطي فانيليا. احط بقى رشه فانيليا سايله، بتخلي ريحه الحاجه حلوه جدا. بتعملي يا لولو؟ بعمل بسكوت باليانسون. بصراحه طعمه بيبقى حلو جدا، وريحته في الخبيز بتبقى فظيعه. بسكوت اليانسون ده بيتباع في الافران كده بتمن، يعني انا لاحظت ان هو الايام دي كل حاجه زادت جدا، فلاحظت ان الكيلو بتاعه يعني عدى، مع انه مكوناته سهله جدا وموجوده في اي بيت. و3 كوبايات دي بيعملوا لك مقدار حلو، يعني بيعملوا لك حبه حلوين يعني. فقلت بقى اعمله النهارده للولاد كده. تعودي اعملي كل حاجه لولادك في البيت، هتلاقيها بتوفر معاكي وطعمها احلى كمان، عاملاها على ايدك وضامنه مكوناتها. حطيت بقى المكونات السايله على المكونات بتاعه الدقيق واليانسون ورشه البيكنج باودر، وبعجنها كده. مش عجن ولا حاجه، يا دوبك بلم العجينه. بصوا تبقى عجينه متماسكه كده، لان المقادير دي مظبوطه جدا. عايري كل مقاديرك بنفس الكوبايه، هتطلع المقادير مناسبه جدا للعجينه، لا هي سايحه قوي ولا هي ناشفه قوي، مظبوطه بالظبط. رشيت بقى رشه سمنه او زيت كده في الصينيه، دهنتها يعني. ومسكت العجينه بقى قاعده بفرد فيها كده، هتتفرد معاكي بمنتهى السهوله. طبعا ما تخنيهاش قوي، خليها يعني سمكها متوسط كده، ما تخليهاش لا تخينه قوي ولا رقيقه قوي، عشان البسكوتيه بتاعتك ما تبقاش تخينه قوي.
هي فيها رشه بيكنج باودر بس عشان تفتح معاكي العجينه كده وما تخليش البسكوتيه معاكي ايه مكتومه. في ناس بتعمله من غير بيكنج باودر، بس انا بحط له رشه كده بتخلي الصراحه العجينه معاكي مفتحه كده وحلوه مش مكتومه. اهو بصوا يعني مش تخينه قوي، فردتها في الصينيه اهي. هدخلها بقى الفرن. مش عايزه اقول لكم بقى الريحه كانت واو في الفرن. بتحطيه في الرف الوسطاني على نار متوسطه كده، اول العجينه ما تشد معاكي من قبل ما تاخد لون تمسك نفسها، بس بتطلعيها والصينيه سخنه كده تقطعيها، علشان لو نشفت مش هتعرفي تقطعيها. بقطعها صوابع كده علشان هحطها بقى تكمل سوا وتتحمص بقى. بصوا قطعتها صوابع كده اهو، ورحت حطها على جنبها علشان تتحمص معايا على نار هاديه على الرف الوسطاني كده، ما بتولعيش شوايه ولا حاجه، تتحمص معايا وتقرمش بقى وتبقى البسكوتيه معايا حلوه جدا. مع بال ما تتحمص بقى البسكوت بتاعي اكون عملت بقى ايه مقادير صينيه كيكه كمان بالمره. قلت بقى مادام هولع الفرن ومطلعه الخلاط والحاجه، يلا بقى بالمره كده عشان ايه اقعد يومين 3 مرتاحه ايه من الحلويات والحاجات دي. هعمل صينيه كيكه اقتصاديه جدا ببيضايه واحده بس. في نفس الخلاط اللي كنت عامله فيه البسكوت حطيت كوبايه سكر وكوبايه زيت على سمنه وواحده بيضه وفانيليا ومعلقتين خل، وهضرب كل ده ضربا مبرحا في الخلاط. طب جيت ايه اعمل، ما لقيتش عندي لبن ولا اي حاجه. طب هتعملي ايه يا لولو؟ جبت معلقتين لبن بودره على كوبايه ميه ورحت حطاها في الخلاط وضربت ضربه محترمه يعني. ادتني نتيجه حلوه جدا. لو ما عندكيش اتصرفي وحطي معلقتين لبن بودره مش مشكله، او اي نوع عصير يعني، الكيكه بتقبل اي حاجه صراحه. جبت بقى كوبايتين دقيق عليهم كيس بيكنج باودر ورشه ملح كده، بس انخليهم عشان تطلع معاكي الكيكه هشه وحلوه. بنزل بقى بمكونات السايله اللي انا ضربتها في الخلاط. كيكايه بيضه واحده يا لولو؟ بيضه واحده وهتبقى حلوه جدا يا اختي. البيضه بقت ب4 جنيه ونص، الله المستعان. ما بقيناش بقى ايه هنفتري زي زمان كده ونعمل كيكه ب5 6 بيضات، لا يعني ما تشتري 6 بيضات بيبقوا بمبلغ بصراحه. فانتي بقى ايه المقطع اتعاد تاني، لا اله الا الله. بصوا انا لسه اول مره اشوفه دلوقتي، المونتاج في حاجه غلط. انت عارفه ايه ده؟ المقطع اتعاد تاني اللي بضرب فيه الزيت والسكر والبيض. معلش اعذروني بقى، الفيديو ده مش عارفه متلخبط معايا جدا وكل ما اجي اجمعه الاقي فيه حاجه غلط. يلا سامحوني بقى المره دي بالله عليكم. يلا هو في الاعاده افاده بنعيد المقادير تاني عشان اللي ما خدش باله ياخد. زي ما قلت لكم بقى، دي كيكه سهله وسريعه تقومي تعمليها لاولادك في ثواني، واقتصاديه جدا بمقادير كلها موجوده عندنا في اي بيت الصراحه يعني. وزي ما قلت لكم بما ان الاسعار بقت غاليه جدا، فبنحاول نوفر من اي حته ونعمل للولاد حاجات اقتصاديه علشان في البيت عشان توفر معانا يعني. بس والله ما فيش توفير، الله المستعان، ربنا يعيننا كلنا يا رب. مش عارفه الفيديو فيه حاجه غلط. بصوا يعني بيعاد المقطع تاني والصوره غامقه، مش عارفه في ايه الصراحه، باين عليا يعني نسيت من كتر ما انا بقالي كتير ما صورتش، ففي حاجات كتير وقعت مني. معلش سامحوني بقى بالله عليكم وشجعوني عشان ارجع اتنشط تاني. والله الحمد لله اختكم بتطلع من نقره لدحضيره، الحمد لله الدنيا مسوياني اليومين دول. بس الله المستعان احنا احسن من ناس كتير الصراحه، الحمد لله. يا رب بس ترجع الدنيا تظبط معانا ونرجع تاني لنشاطنا ونرجع تاني نشتغل ونشوف دنيتنا. يلا الحمد لله. بصوا انا قسمت الخليط نصين، نص سبته فانيليا كده والنص التاني حطيت عليه معلقتين كاكاو ونخلتهم، وبقيت اصب بقى ايه، ما عنديش وقت الصراحه بمعلقه ولا بكبشه، بقيت اصب بالطبق يلا وبيسقط وحالته بالبلا، بس مش مشكله. اختكم كانت مستعجله دي جدا، كنت عايزه اعمل الغدا وكنت عايزه انزل وعايزه اخلص واحط الحلويات دي في الفرن عشان اتفضي منها. انتوا عارفين الكيكه ما ينفعش تتساب، لازم بعد ما تعجنيها تخبزيها على طول في الفرن يعني. فبقيت احط حبه من دي وحبه من دي، الله المستعان ايه والله، وطلعت شكلها مظبوط وجميل يعني. عادي مفيش احسن من البساطه يا جماعه، بس انت لو عندك وقت اعملي بكبشه اسهل يعني. وجبت بقى عود شيش طاووق كده، وبقيت ايه يعني، بصوا اخطط فيها اي تخطيطات كده، عايزاها شكل كده وخلاص. قلت بدل ما اعملها ساده للولاد اظبطها لهم عشان تشجعهم يعني ايه ويبقى شكلها حلو. وبصراحه طلعت هشه وشكلها حلو جدا. بصوا لما استوت طلعت جميله ازاي. كيكه ماربل بقى، كيكه تايجر، كيكه الزبره، مش عارفه ايه اي اسم تسموه، انا بحب اعملها كده. وساعات اعملها نصين، نص كاكاو ونص شوكولاته، كيكه رخاميه، اي حاجه زي ما بتسموها. بس طلعت والله العظيم هشه وطريه وطعمها تحفه، وببضايه واحده يا جماعه، بس تعملوا بالمقادير دي هتطلع حلوه قوي. بصوا يعني انا يعني من حلاوتها باكل منها وانا بوريها لكم. والبسكوت كمان بعد ما اتحمص بقى حاجه، بصوا
هشة وناعمة وناشفة مقرمشة، وطعمها واليانسون فيها ريحة وطعم واو يعني الصراحة. والله حاجة مش عايزة اقول لكم تستاهل بقكم. النهاردة بقى لما حضرت عفريت النشاط عملت الحلويات للولاد وظبطت لهم الدنيا، يلا قلت ايه افرحهم ومش معقول ارجع لكم بايدي فاضية، يعني لازم ارجع لكم بايدي مليانة فيها شوية حلويات كده. اتمنى ان انتوا تجربوا الحاجات الحلوة دي وتعجبكم، وبالله عليكم ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصلكم كل الاشعارات الجديدة. وادعوا لي دعوة حلوة من قلبكم بتيسير الحال وصلاحه كده، ونرجع تاني لنشاطنا ونرجع تاني نشتغل مع بعض. سلام عليكم.